بالعافية محدش ياكل لقمته. أهلا بكم مشاهدي برنامج رئيس التحرير القائد وفي القلب منها ملح الأرض. وملح الأرض معانا النهاردة ملح الأرض في ليبيا، يعني المخيلي، شحات، سوسة، أهالينا في درنا، أهالينا في مرطوبة، أهالينا في مساعد. أهلا بكم. في البداية بنعظم شهدائنا، شهداء إعصار ليبيا المسمى دانيال، وبنسمن على مجهودات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وبنترحم على شهدائنا من الشعب الليبي وشهداء لقمة العيش من المصريين. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتم الشفاء على المصابين في هذا المصاب الجلل الغير مسبوق. واسمحوا لي أقول لكم حاجة يمكن تكون بالنسبة لكم يعني صدمة، أو الراجل ده بيقول إيه أو إيه اللي بيتكلم فيه. أنا وجهة نظري الشخصية إن الإعصار المسمى كذبا وزورا دانيال هو بفعل فاعل، وبقولها من خلال برنامج رئيس التحرير، وبقولها الملح الأرض ده ممكن يكون بفعل فاعل. لو رجعنا لورا شوية وقلنا التصريح اللي قاله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جيمس كاميرون لما قال إن تغير المناخ ممكن يؤدي إلى غرق الإسكندرية، فمتهيألي يعني جيمس كاميرون ما بيفتحش الودع يعني ولا بيشوف المندل، لكن احنا عارفين طبعا طرق الذكاء الاصطناعي، وإيلون ماسك لما اتكلم على الامبريلا اللي تغطي العالم، وشفنا يعني حروب كتير من حروب الجيل الرابع والخامس، وموضوع قبة التسع سماوات النارية اللي بيتحركوا فيها. عموما مش ده موضوعنا، هو موضوعنا ان بنترحم على شهداء الشعب الليبي البطل، وموضوعنا ان عندنا قائدنا القوي الأمين عبد الفتاح السيسي لما من أكتر من 10 سنين قال هي مسافة السكة، اتضح بالفعل ان مسافة السكة أقرب مما تتخيل في ساعات قليلة. ويمكن بعد اجتماع القائد عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة المصرية العظيمة بمبنى وزارة الدفاع، كان في خلال دقائق في تحرك من خير أجناد الأرض على الساحة الليبية لإنقاذ الشعب الليبي البطل والوقوف بجانبه ومساندته في هذا المصاب الأليم. على فكرة يعني قوة وعظمة جيش مصر وضحت، أو جزء منها وضح في هذا الإعصار وفي هذا التحرك. ده جزء قليل من عظمة وقوة جيش مصر. قوة جيش مصر بتظهر في هذه الشدائد. مسافة السكة مش حروب فقط، مسافة السكة هي مساندة الأشقاء العرب في كل ما يألم الوطن العربي. احنا دايما بنقول ان ممكن المحنة تخلق منحة،
وطالما النوايا صافية، وطالما معانا قائد شريف في زمن عز فيه الشرف، تعالى كده نسترجع لو الموضوع دوت تم في زمن آخر، في عصر آخر غير عصر قائدنا عبد الفتاح السيسي. شفنا في السابق المخلوع أثناء غرق عبارة كان بيحضر مباراة ولا في الدماغ. بس احنا بننسى، هي مشكلتنا ان احنا بننسى. اقسم بالله العظيم لو هذا الاعصار او هذه العاصفة او هذه الكارثة اللي حدثت في ليبيا في دارنا كانت في اي عصر اخر غير عصر القائد عبد الفتاح السيسي، والله كانت الكارثة هتبقى اكبر، ومفيش مساعدات ومفيش حد بيتحرك. اي دولة اعلنت ان هي هتتحرك وتيجي وتساعد وتساند، قالت مستحيل نصل الا بعد مرور وقت كبير تكون المسألة انتهت. هو اللي كان فعلا بتسرع وبتواجد شديد اللي احنا لاحظناه وشكرته القيادة السياسية في ليبيا هي دولة روسيا. جيش مصر العظيم كان متواجد بعد بضع ساعات، ومش عايز ابالغ بل بضع دقائق كان تحرك سليم وواعي من جيش مصر العظيم وخير أجناد الأرض على كل المستويات، برا وبحرا وجوا وبكل مناحي، يعني عفوا يعني بكل ما تملكه مصر من دعم وقوة كان على الأراضي الليبية لنصرة خوتنا الليبيين ولنصرة شعب ليبيا الطيب البطل. وبالفعل هي دي مسافة السكة، وهو ده عنوان مسافة السكة. وبعد كده ان شاء الله في حلقات جاية هنتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي. لكن انا بالنسبة لي زي ما قلت في بداية الحلقة، نفتش عن تصريحات جيمس كاميرون قبل اجتماع كوب 27 في شرم الشيخ. كان صرح تصريح مغالط كده وقال ان اسكندرية هتغرق بسبب الاعصار او العاصفة او اي مكان. بعد كده اللي غرقت للأسف الشديد مدينة برضو نزعل على اهلها ونزعل على شعبها لانهم اشقاء لينا في مدينة دارنا. والحمد لله يعني التحرك كان واضح وصريح من قبل القيادة السياسية المصرية ومن قبل المسلحة المصرية العظيمة الشريفة البطلة. وبفضل الله مجهودات بتحصل على قدم وساق ليل نهار، بيواصلوا الليل بالنهار لإنقاذ الشعب الليبي والبحث عن المفقودين وانتشال الجثث المنتشرة في شوارع درنا والشحات وسوسة ومرطبة. في مناطق كتير اتضررت، مناطق كتير يعني في مدينة درنا أو في الشرق الليبي عامة في قرى اختفت. احنا بنتكلم النهاردة في أكتر من 5000 قتيل ولا يقل عن 10,000 مفقود. وإن شاء الله بإذن الله نكمل بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة أخرى حبايبنا وأخوتنا الليبيين، وملح الأرض في ليبيا وملح الأرض في مصر. إحنا إيد واحدة، مصر وليبيا إيد واحدة على قلب رجل واحد، لتحيا الأمة العربية وتحيا ليبيا وتحيا مصر عظمى قد الدنيا. هنستعرض مع بعض كده حقائق توجع إخوان صهيون. احنا عارفين طبعا ان ليبيا كشفت السر المرعب لقوة الجيش المصري،
واللي متابع الكارثة اللي بتتعرض ليها ليبيا الشقيقة بسبب الإعصار المسمى دانيال يلاحظ إن العيون كلها متجهة نحو القوات المسلحة المصرية. وماذا تفعل؟ القوات المسلحة المصرية كشفت عن سر من أسرار خير أجناد الأرض. يا راجل ده بمجرد ما وقعت الكارثة القائد السيسي اجتماع عاجل بقيادات القوات المسلحة في مقر وزارة الدفاع، وما مرتش دقايق زي ما أكدنا على فضل الاجتماع حتى أطلق الجيش المصري أكبر عملية إنقاذ تشهدها المنطقة في تاريخها. احنا كنا مفكرين ان الامر يقتصر على تقديم مواد اغاثه والدفع بفرق انقاذ وفرق طبيه وما شابه، لكن لا، ده الموضوع طلع كبير قوي قوي قوي، وفي حدث غير مسبوق على الاطلاق. وده كلام رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي، قال كارثه لم تسبق في تاريخ ليبيا من قبل. المعتاد في النوعية ديت من الكوارث اننا فوجئنا بتحرك غير مسبوق بامكانيات ووسائل لا تملكها الا القوى العظمى، خطط عسكرية غير مسبوقة استحدثها بس الجيش المصري العظيم. ده مش استحدثها وبس، لا، وطبقها كمان في عدد ساعات قليل. كانت عملية إخلاء جثث المصريين الشهداء، شهداء لقمة العيش، كانت في عدد ساعات قليلة، ورجعوا لمحافظاتهم زي ما قلنا، اللي كانوا شغالين في ليبيا واللي استشهدوا في الإعصار، بل كمان اتسلمت جسامينهم لأهاليهم في مختلف المدن. كان في جسر جوي أوله في القاعدة العسكرية المصرية وآخره في ليبيا، وما زال بين الأشقاء الليبيين ومساعدتهم، وكان بيعود محمل بالمنكوبين الذين فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى. وبسرعة مذهلة اتحركت برا شاحنات وآليات وعربات إسعاف وإنقاذ وجرافات، ووصلت في زمن قياسي لموقع الكارثة زي ما قلنا في مرتضى، في تميمي، في شحات، في سوسة، في النخيلي، في كل المناطق المنكوبة كان في تواجد وما زال للقوات المسلحة المصرية عشان تحرير المحاصرين وإنقاذ العالقين في الفيضان بسبب الفيضانات وانتشال جثث الضحايا. في الوقت اللي قالت فيه وسائل الإعلام العالمية إنه لا يوجد معدات إنقاذ قادرة على الوصول للأماكن المنكوبة، لا يوجد معدات إنقاذ قادرة على الوصول للأماكن المنكوبة. ده مين اللي قال كده؟ وسائل الإعلام العالمية. لكن لا، الجيش المصري العظيم كان ليه رأي آخر. الحشد المصري في البر والبحر والجو كان ليه رأي آخر. حفظ الله شعب ليبيا الطيب البطل، حفظ الله الأمة العربية، حفظ الله مصر، حفظ الله قائدنا القوي الأمين الشريف في زمن عز فيه الشرف. ورجعنا لكم حبايبنا ملح الأرض في ليبيا وفي مصر. طبعا حلقة خاصة عن إعصار ليبيا، وبنأكد زي ما أكدنا قبل كده إن شعب مصر العظيم قيادة وشعب وجيش سند وظهر للشعب الليبي الطيب البطل،
احنا خوت زي ما اكدنا، وهنسيبكم مع فقرة البركة، فقرة عظم شهيدك، واللي بتقدمها الحاجة أم الشهيد الأستاذة إيمان غريب. نروح ونرجع تاني. أهلا الحمد بكم. لله رب العالمين. معكم مراسلة برنامج والصلاة رئيس والسلام على التحرير أشرف المرسلين القائد سيدنا أم محمد صلى الله عليه الشهيد وسلم. إيمان أنا غريب. المواطن المصري نستعرض مع حضراتكم من خلال فقرة عظم وأفتخر شهيدك ما بمسؤوليتي قدمه وقواتي قائدنا المسلحة العظيم المصرية. وما زال يقدمه لشهداء تطوعت الوطن بالقوات من الجيش المسلحة والشرطة، عام شهداء ضحوا 87 بأرواحهم فداء ونهاية للوطن خدمتي والحفاظ ولاية على المعاش ترابها. ويسعدنا أن 2006. نستضيف في هذه رحم الفقرة الله قادتنا أحد أسر ورحم الشهداء، الله سواء كان أم أبناءنا أو أب أو الشهداء. زوجة أو أخ طوعت أو بالقوات أخت أو المسلحة ابن دفاعا أو ابنة عن من خلال الوطن. شهادتهم في كمل هذا نجلي البرنامج من بعد يوثقون بالدليل الشهيد إنجازات قائدنا محمود العظيم. السيد عبد الفتاح هاشم تطوع بالقوات المسلحة عام 2011 واستشهد عام 2014. كان مقتديا بي عندما كان يراني لابس البدلة العسكرية، فكان يفتخر بي بين القوات المسلحة. محمود تطوع في سن 15 عام واستشهد وهو ابن 19 عام. هذا يدل على إخلاصه لعمله وتفانيه. كان محبا أداة الصلاة من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. هو صغير سن كان دائما يحفظ القرآن الكريم. رحمه الله كان مثالا للشباب المصري الذين يحتذى بهم في دفاعهم عن الوطن. استشهد يوم 26/1/2014 الشهيد محمود السيد عبد الفتاح هاشم البقاش، ابن ميت أبو خالد وجصفة ميت غمر دقهلية، وابن الجيش الثالث الميداني الفرقة 23 اللواء 116 الكتيبة 387 دفاع جوي، وابن قوات الدفاع الجوي. محمود كان يلاحظ في كل وقت بتغيير في القوات المسلحة. عندما كان السيد المشير حسين طنطاوي ماسك القوات المسلحة، وعندما تغير واستكمل مكانه السيد المشير عبد الفتاح السيسي، كنا نخاف من الشرطة العسكرية. وكان يقول لي الشرطة العسكرية في خدمتنا يا بابا. السيد الرئيس عمل منظومة جديدة للقوات المسلحة، تغيرت جميع كل حاجة، مبيتات الإعاشة، العربات، المركبات. عمل إنجازات من بعد قيام الثورة، ثورة 30/6/2013 إلى وقتنا هذا طيلة 10 سنوات. أرجو من السيد رئيس الجمهورية ترشيح نفسه، وعن نفسي خاصة أنا وأولادي أحمد وزهراء ومحمد أولادي نبايع السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسة قادمة. وبالنسبة لأهل بلدي ميت أبو خالد وجصفة نيابة عنهم أرشح السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوليه فترة قادمة إن شاء الله، وكان الله في عونه وزاده من العمر من طيلة العمر. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله الخير قادم، إن شاء الله الخير قادم. مش عارف أتكلم أصلا وأقول أنجازات السيد رئيس الجمهورية اللي عمت على جميع البلاد، سواء طرق أو كباري أو غيره،
أو مدن صناعية ومدن المبيتات والعشوائيات والحاجات اللي زي ديت. كل حاجة اتعملت في عهد السيد رئيس الجمهورية خلال ال10 سنوات الماضية اللي فاتوا، يعني إنجازات كبيرة له وتحتسب له. فنشكر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على هذه الإنجازات في عهد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. شكرا شكرا شكرا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ورجعنا لكم حبايبنا، حبايب برنامج رئيس التحرير القائد. وزي ما أكدنا في بداية الحلقة، رب ضارة نافعة، ومن المحن بتكون المنح. إن شاء الله بإذن الله الشعب الليبي قدها هيقوم تاني، وبإذن الله هيتم تعمير مدينة درنا وكل المدن اللي تضررت، هيبقى في إعادة إعمار. عايزين إن شاء الله نأكد إن القادم أفضل بإذن الله. طول ما احنا مع بعض إيد واحدة، احنا مصير واحد، احنا شعب واحد. اللي شفناه من تحركات في مصر، وإن الشارع المصري حزين حزن غير مسبوق. تشوف الوجوه، تشوف الوشوش في الشارع حزينة، وكله بيسأل يا ترى أخبار الأهل إيه في ليبيا؟ يا ترى الشعب عامل إيه في ليبيا؟ طب لو في حد جاي، على فكرة شعب مصر شديد الصلة والالتصاق بشعب ليبيا من مئات بل من آلاف السنين، بحكم الجغرافيا وبحكم النسب وبحكم السهر وبحكم القرابة وبحكم كل شيء. حقيقة يعني أول من لبى الندى وكان موجود هو شعب مصر العظيم، ممثل في القيادة السياسية وممثل في قواتنا المسلحة المصرية العظيمة خير أجناد الأرض. وشفنا استقبال الشعب الليبي ما شاء الله، كان فرحانين جدا وما زالوا فرحانين جدا، وحسوا ان لا ليهم ظهر وليهم سند، وهو فعلا الشعب المصري سند وظهر ليكم. ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه نشوفكم على خير، واحنا بنستعرض عمليه اعمار مدن داخل ليبيا، وباذن الله نعمل حلقه خاصه عن اعمار مدينه درنا في شرق ليبيا، ونسيبكم على خير. اللي عافي محدش ياكل لقمته.